اهلا بيكم يا شباب، فيديو جديد من دوره فلاتر. كنا المره اللي فاتت انتهينا خلاص من اوفر فيو كده عن هايف. النهارده بقى هنبتدي ونكتب الكلام ده ككود، فطبعا هيثبت معاك اكتر. تمام. طبعا في البدايه خالص حابب ان انا اجهز النوت موديل بالفعل ان هو يتخزن معايا في هايف. يعني لازم الاول اخليه اوبجكت جاهز ان هو يتخزن في هايف. فطبعا اول حاجه اعملها ان انا اخليه extend hive object. تمام، دي اول خطوه لازم اعملها. تمام، لان الخطوه دي هتسهل عليك الشغل قدام. هي دي اوبشنال، ما قلناش اي حاجه، وقلت لك المره اللي فاتت انها اوبشنال، لكن يفضل تعملها يعني بحيث ان هي هتسهل عليك امور تانية قدام لما تيجي هفكرك بيها. تمام ماشي، دي كده اول خطوه. الخطوه التانية ان انا انشئ ايه بقى؟ تايب ادابتر ليها. وطبعا التايب ادابتر ده المفروض ان انا بعمله جنريت. انا هعمل جنريت ليه. فطبعا عشان تعمل جنريت ليه انا محتاج شويه نقط الاول. تعالى كده نروح على كروم ونشوف هو بيعمل ايه. اول حاجه هنا انت محتاج تعملها ان انت تحدد الهايف تايب بتاع الاوبجكت ده. تايب اي دي للاوبجكت اللي قدامك ده الاي دي بتاع الاوبجكت في الداتابيس بتاعتك، والاي دي ده تقريبا من 0 لحد 255. بتختار رقم ما بينهم. تمام، يعني اي رقم ما بينهم المهم يكون تايب اي دي مميز للاوبجكت ده. فدي اول خطوه هعملها، ان انا هروح على المكان ده واعمل اد هايف تايب كده، هتلاقيها ظهرت لك. تمام، واقول التايب اي دي بتاعي هيبقى بزيرو. ده اول اوبجكت هنشئه في المكان ده. حلو قوي. بعد كده بيقول لك ان انت برضو محتاج تروح على كل فيلد وتحط نفس الكلام، تقول هايف فيلد وبعد كده تديله اي دي. وخلي بالك الاي دي ده يونيك بير كلاس. يعني ايه؟ يعني انت ممكن يكون عندك فيلد تاني في كلاس تاني الاي دي برضو بتاعه بزيرو، مش مشكله خالص، لان ده تابع للكلاس، يعني زيرو جوه الكلاس ده. لكن التايب اي دي لا، تايب اي دي للكلاس ده ما ينفعش كلاس تاني يبقى اخد نفس التايب اي دي. فخلي بالك بس من النقط دي ما تتلخبطش ما بينها. تمام، فانا محتاج كده اروح على كل فيلد مش اكتر، او الاد هايف فيلد بالمنظر ده، واديله الاندكس بتاعه. هقول مثلا اول واحد زيرو وهكذا. تعالى هنا نفس الكلام، هقول ده ايه؟ واحد. نفس الكلام هنا هقول اتنين، وبعد كده الاخير كده هقول تلاتة. زي ما قلت لك ده يونيك بير كلاس، يعني ما ينفعش اروح اخلي ده 3. ما ينفعش كده، هيحصل فيه مشكله في الداتابيز بتاعتك. لما تيجي تشتغل هتلاقي فيه اكسبشن. لازم يبقى يونيك بس بير كلاس. لو انا عندي اوبجكت تاني او عندي كلاس تاني ممكن عادي اخلي هاي فيلد يبقى الاي دي بتاعه والاندكس بتاعه 2، لكن التايب اي دي لا. تمام. تمام كده شباب، ده كده كل الكود حرفيا اللي انا محتاج استخدمه عشان اعمل جنريت للتايب ادابتر بتاعي. يبقى كل الكود اللي انا محتاج اعمله ان انا احدد بس ايه؟ التايب اي دي والهاي فيلد والكلام ده بس اللي انا محتاج اعمله. وفاضل نقطه اخيره بس، ان انا هنا هستخدم كيورد اسمها بارت. دي زي امبورت بالظبط. وهنا بحط، مش طبعا مش زيها بالظبط، في شويه اختلافات ما بينهم، لكن يعني تقدر تقول انها نفس الاستخدام. وهنا بحط اسم الفايل اللي فيه الكود اللي هتعمل له جنريت. هتقول لي ازاي وهو لسه ما اتعملوش جنريت اصلا؟ ما هي دي الفكره، انا بكتبه هنا عشان هو لما يجي يعمل جنريت يبقى عارف الفايل اللي هينشئه اسمه ايه، فبالتالي هو جاهز خلاص ان هو يعمل كل حاجه. فهكتب هنا نوت موديل دوت جي دوت دارت. دوت جي يعني معناه ان هو جنريتد، ودوت دارت ده الاكستنشن بتاع الفايل، ان الفايل ده هيبقى ايه؟ هيبقى بلغه دارت. زي ما انت شايف هو مدي لك ايرور عادي جدا، لان لسه الفايل ده هيتعمل له جنريت اصلا. يعني انا لسه هعمل جنريت للفايل ده، فدي مش مشكله خالص بالنسبه لك، ما تقلقش منها. يبقى انا بقول له كده خلي بالك انشئ لي تايب ادابتر للموديل ده، وده اسم الفايل بس. وطبعا بستخدمه هنا عشان يتعرف عليه، عشان كده بستخدم بارت بس مش اكتر. طبعا دلوقتي انت عايز تعمل جنريت لاي كود عامه. هو الكود بيعمل جنريت عن طريق الانوتيشن اللي انت بتبقى عاملها هنا. يعني الانوتيشن دي اللي بتقول بقى للبيلد رانر. البيلد رانر ده اللي احنا بنستخدمه عشان نجنريت كود. دي اللي بتقول له خلي بالك المكان ده فيه كود هيتعمل له جنريت. فطبعا هتروح على التيرمينال بقى بتاعتك. تعالى ننشئ نيو تيرمينال كده، وهتحط اللاين ده. طبعا انا هسيب لك اللاين، خلي بالك عشان ايه؟ عشان تاخده كوبي على طول لو انت خايف تكتبه غلط. هو فلاتر باكجز باب ران بيلد رانر. بيلد ده اسم اللاين عشان لو انت حابب تكتبه بايدك، لكن برضه هسيبه لك احتياطي عشان تاخده كوبي لو انت حاسس ان في مشكله في الكتابه. وتضغط انتر بس مش اكتر، وكل حاجه هتتم مع نفسها. هو هيجنريت الكود ويظبط لك الدنيا. تعالى كده نشوف اللي هيحصل. زي ما انت شايف هو قال لي ان في مشكله، لان هو لازم يقول لك هنا الكود بزيرو عشان يبقى الدنيا شغاله سليمه. قال لي ان انت ناسي سيمي كولون جنب البارت. زي ما انت شايف دي مهمه، فلازم نحط السيمي كولون. طبعا انا نسيتها. ماشي، تعالى كده بقى نرن الكود ده تاني. فهعمل سهم لفوق كده واضغط انتر، والمفروض بقى ان دلوقتي كل حاجه تشتغل بشكل سليم. طبعا سيبه يخلص كل اللي هو بيعمله، هيخلص بسرعه مش هياخد وقت، بس يعني انت ما تتدخلش. زي ما انت شايف هو كده خلص، بس استنى بس شويه وقت يخلص ان هو يتعرف على الفايل بتاعك. يعني استنى كده لحظات.
تمام، زي ما انت شايف المره دي خلص وسكسس، يعني المفروض ان هو خلص كل حاجه بشكل سليم، لكن لو بصيت هتلاقي ان هو لسه مديلك ايرور. خلي بالك ان هو المفروض لو عمل جنريت للكود بشكل سليم ما تلاقيش الايرور لسه موجود. تمام، يعني لو بصينا هنا المفروض يبقى فيه فايل موجود في المكان ده. طبعا المشكله دي حصلت لان انا كاتب اسم الفايل غلط. بص لو تلاحظ كاتب نود بالدي، المفروض هي بالتي. هتقول لي هي دي تفرق؟ اه طبعا تفرق، لان هو بيبص على الكلاس اللي معاه. الكلاس اللي هنا اسمه نوت موديل، وانا بنشئ النوت موديل دوت جي، يعني حاجه جنريتد للفايل ده، فبالتالي لازم يكون الاسم نفس الاسم بالظبط. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا. طبعا الاخطاء دي انا ممكن اشيلها اصلا، بس يعني يفضل تشوفها عشان ممكن تقابلك، فبالتالي تحل لك المشكله اسرع. تمام، فتعالى كده نران بقى اللاين ده تاني. كده المفروض ان دلوقتي هتعمل له جنريت بشكل سليم. تمام، زي ما انت شايف الايرور اختفى. بص اختفى خالص المره دي. ليه اختفى خالص؟ لان بقى اتعمل جنريت بقى للفايل اهو. ده الجنريتد بتاعنا زي ما انت شايف، هو الراجل عمل له جنريت وزي الفل. انت مش محتاج تكتب الكود ده بايدك، بس حتى لو محتاج انك تكتبه بايدك انا شايف ان الموضوع مش صعب يعني زي ما انت شايف الكود صغير يعني. بس طبعا مش لازم نتكلم في النقطه دي، لان كده كده بتعمل لها جنريت اصلا، فانت تقريبا مش هتعتمد عليها خالص. تمام، فزي ما انت شايف كده خلاص احنا جهزنا الاوبجكت بتاعنا، نقدر نعمله جنريت، والدنيا كده لذيذه وزي الفل. اهم حاجه تاخد بالك بس منها وانت بتنشئ الاوبجكت ده، هي التايب اي دي والفيلد دي، وبعد كده ايه اللاين ده، واللاين ده مهم لازم يتكتب بشكل سليم. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى. اتمنى تكونوا استفدت من الفيديو، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.